السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدين ومتابعين قناة الكرة مع صبري. طبعا النهاردة في مفاجآت اليوم، والمفاجأة اللي جت على عكس المتوقع، وهي بنفس سيناريو السنة اللي قبل اللي فاتت. قبل المباراة المهمة للأهلي والزمالك في نهائي القرن صدرت أخبار بعزل مجلس إدارة مرتضى منصور، والأخبار طبعا طلعت قبل المباراة، فحصل فيه عدم استقرار في النادي بأكمله، مش في الفريق بس. وعلى أثر هذا القرار أدى إلى خسارة نادي الزمالك لقب نهائي أفريقيا. ونفس السيناريو بيتكرر النهاردة الصبح صحينا على خبر، وهو تأييد حكم حبس المستشار مرتضى منصور شهر في قضية سب الخطيب ومجلس إدارته، وكأن الزمالك هو المستهدف في القصة دي. يعني أي رئيس نادي بيمسك الزمالك بيتصدر له أزمات، وبيتصدر له مشاكل، وبيتصدر له كل حاجة، علشان خاطر هم عارفين إن الفريق ده لو استقر إيه اللي بيحصل. هو ده اللي ظاهر. اشمعنى الزمالك؟ اشمعنى رئيس الزمالك؟ ما كان في اللجنة اللي فاتت الأستاذ المحترم حسين لبيب، البدلة البيضة بتاعته، الراجل شيك، كان بيتكلم بكل أدب، وطبعا ما بيخبطش في حد، وكان بيبادل التهاني وبيبعت برقية تهنئة للنادي الأهلي. وشوفوا انتوا لو لسه فاكرين، كان النادي الأهلي بعت رد على البرقية اللي الكابتن حسين لبيب بعتها باستهزاء وعدم ذكر أصلا اسم الكابتن حسين لبيب ولا رئيس الزمالك. الفكرة مش في ان هم عايزين رئيس نادي الزمالك يكون كيوت ولطيف وكده لا، هم مش عايزين مرتضى منصور، لان مرتضى بيعرف يجيب الفلوس من تحت الارض، بيعرف يجيب صفقات، بيعرف يديهم في الحتة اللي هم ما بيحبوهاش، بينافسهم. طبعا النهارده مباراة مهمة للزمالك، ويعتبر مباراة مصيرية في مشواره الافريقي. فربنا يستر بعد الاخبار اللي طلعت دي، ربنا يستر، مش عارفين ايه اللي هيحصل. طبعا اما بالنسبه لمجلس اداره الزمالك، فالمناصب الاداريه دي كل منصب مستقل بنفسه، يعني كل واحد في منصبه مستقل، ملهاش علاقه. اما بالنسبه لمنصب الرئيس، طبعا هي بعد تأييد حكم الحبس للمستشار مرتضى منصور، مش عارفين بقى ايه اللي هيحصل من وزاره الشباب والرياضه. هيتم عمل مثلا انتخابات على مقعد الرئاسة فقط، ولا ايه اللي هيتم؟ مش عارفين. وهل لما يعملوا انتخابات على مقعد الرئاسة، المجلس اللي موجود هيكون ماشي مع الرئيس المنتخب ولا مش ماشي معاه؟ ولا هنرجع نلف في الدايرة المغلقة تاني ولف بينا يا دنيا، والعشرية السوداء والمرار الطافح اللي احنا بنشوفه في الزمالك بس، مش في اي نادي في مصر، مش في اي نادي في العالم عامة، مش في مصر بس، مش في اي نادي في العالم. لا منافسة ولا نزاهة ولا اي حاجة. كرهنا الكرة هنا، والله العظيم كرهنا الكرة في مصر بسبب اللي بيحصل ده. هيطلع واحد يقول لي ده ما هو سباب وشتام ولعان. ما هو في ناس تانية بتشتم بس مش بتطلع، يعني بيدي فلوس لناس تطلع تشتم. هو ده مش يعني ده عشان خاطر شتم فهو هياخد مثلا 10 سيئات، والتاني ده بعت واحد فهياخد 5 ولا ايه؟ مع واحد بيعمل نفسه ان هو قدام الناس لطيف ومؤدب ومحترم، بس بيدي فلوس لناس تطلع تشتم. الناس طبعا مش شايفين ان هو بيدي مين. فاللي ظاهر في الصورة ان هو مرتضى، لا ده بيشتم وبيدخل في اعراض وبيعمل وبيسوي، والمتضرر من القصة دي كلها هو كيان نادي الزمالك.
يعني ما فيش سنتين عدوا على بعض في استقرار في نادي الزمالك، لا. لسه راجعين من ازمه القيد، القيد اللي فات، ولسه راجعين من ازمه القيد بتاعه اتحاد الكوره اللي اخترعها لنا. يعني بنعدي مطب بنلاقي مطبات بعده، مش مطب واحد. فربنا يستر على نادي الزمالك في الفترة اللي جاية، وهنشوف إيه اللي هيحصل على مقعد الرئاسة، وهنشوف طبعا يعني في البطولة اللي احنا بنتمناها من سنين. كل ما نيجي نتحرك فيها شوية يحصل يعني بنلاقي اللي بيشدنا ورا تاني. ارجع مكانك، مش هتنفع تعدي. فلنا الله، مش هقول غير كده. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.